بما إنه موجود في السوق لازم نستغله، وبالذات لو عندنا حد بقى عنده نقص في الحديد أو مخزون الحديد، أو حد بيعاني من نقص في المناعة. حاجات حلوة أوي وفوايده كتيرة جدا جدا الرمان. وما أدراك ما الرمان مذكور في القرآن وليه فوايد حلوة لا تعد ولا تحصى. فهنعمل بقى عصير رمان كله فوايد. ويلا نصلي على الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام. متنسيش تعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم. هجيب من كل حاجة ثمرة تفاح صفرا، وثمرة تفاح حمراء، وكمان بنجر عشان فيه حديد. وهنجيب ال الرمان اللي هو البطل بتاع النهارده، البطل بتاعنا. هقطع التفاح بتاعي وهقشر التفاح واقطعه قطع صغيرة، لان انا الخلاط عندي يعني ضعيف شويه. هنا بقولك ان هو البنجر بصي حاجه كده طبيعيه، يعني ممكن نديكي توريد لشفايفك، توريد لخدودك، حلو جدا جدا. ممكن تدهني بيه بقى رجلك بعد ما تغسليها بالليل وتدهني بيها، هيديها حمار تحفه تحفه تحفه. حاجه كده رباني. هجيب كده البنجر من غير ما اسلقه وهو لسه كده، وابتدي ان انا اقطعه قطع صغيره، وهقطع التفاح واقشره. عشان انا قلت لكم قشر التفاح فيه فوائد، بس انا عشان الخلاط عندي ضعيف مش بيطحن كويس، فانا هقطعه كده اهوت. وهبتدي ان انا آم، اقطعه قطع صغيره واركنه على جنب. هجيب بقى الرمان بتاعي وهبتدي ان انا اقطع الطربوش اللي فوق، واقطع الزر الصغير وابتدي احدد بين الفصوص كده اهوت واقطعها. واجي اخبط بظهر السكينه زي ما انتم شايفين، هتنزل فصوص الرمان، وهتخلق يعني هخلص الكميه بتاعتي ايا كان الكميه. بس انا عايزه اقول لك ما تعمليش كميه كبيره، اعملي كل يوم حبه، زي ما من كل حاجه حبه، يبقى العصير عندك فريش. تمام. بدل ما تحطيه في التلاجة يقعد يوم أو يومين وهيتأكسد مننا، لأن الرمان فيه مواد أكسدة حلوة جدا جدا للأمراض المناعية، وبيقوي المناعة عندنا، ومفيد جدا وفوائده لا تعد ولا تحصى. هجيب كده شفشق الخلاط، أحط الرمان والتفاح والبنجر، وهبتدي أزود كوباية بس واحدة من المية الساقعة، وأحط عصير ليمون عشان يساعد على امتصاص الحديد اللي موجود فيه. وهبتدي التحلية بتاعته هحط عسل نحل. العسل حلو ومفيد، احنا عايزين حاجة كده بندي قيمة غذائية لولادنا. طبعًا هو يعني يستحب إن أنتِ يتشرب وهو كده بالألياف اللي موجودة فيه، بس طبعًا عيالنا يعني ما بيحبوش أي حاجة الألياف دي ما بيحبوهاش. فعشان نخلّيهم يحبوا العصاير، فهنبتدي إن إحنا نجيب مصفى ونصفّيه كويس جدًا. وهاقول لِك في قنوات كده كانت أجنبية شُفتها، الطفل بتاع التفاح والرمان والحاجات دي ما بيرموهاش، يعني بيستفيدوا بكل حاجة. هنا هو تصفيه كده وهيبقى حلو أوي، أوي معانا، مش هيبقى فيه أي شوائب ولا فيه أي حاجة. والطفل زي ما قُلت لِك في ناس بتحب تستفيد بيه، يا إما تاكله أو تدخّله في معجنات، أو كمان إن هي تحطه في قوالب من التلج وتعمله شاي سخن. يعني تجيبي كده مكعب منه وتحطيه في كوباية وتحطي عليه مَيّة سخنة وتحليه بعسل النحل، بيبقى حلو جدًا ومفيد جدًا وبينضّف الأمعاء وفوايده حلوة جدًا، جدًا. ادّوا ولادكم كل حاجة مغذية، عشان إحنا عندنا ولادنا محتاجين دلوقتي تركيز، هُم في المدرسة محتاجين تركيز، محتاجين حاجة تدّيهم طاقة، فادّيهم العصير يدّيهم تركيز وطاقة وحلو جدًا وكُلّه فوايد لا تُعَد ولا تُحصى. ولو أنتِ وصلتِ لحد هنا بتتفرّجي على الفيديو، أتمنى منِّك تعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم، ومتابعة على صفحتي مطبخ ملك. وكمان تشرفوني تدخلوا الصفحة لأول مرة تدخلوا الصفحة، ادخلوا قيموا المحتوى. لو عجبك أي فيديو اعملي شير لكل أصحابك وحبايبك، و ما تنسيش تصلي على الحبيب المصطفى وتقولي لي بتتابعيني من أنهي بلد.